السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. صلوا على الرسول ويلا نبدأ مع بعض. بسم الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة ديك بلدي ومكرونة بالصلصة الحمراء زي ما انتوا شايفين كده. الديك لحمته طرية وجميلة جدا، والمكرونة طعمها حلو قوي. يلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. معانا ديك بلدي مقطعين الورك اتنين عشان عندي ما بيحبوش الورك على بعضه، ومقطعين الصدر زي ما انتوا شايفين كده، وغسلينه كويس جدا، ونعينه في ميه وملح وليمون لمده ربع ساعه. واللي عايزه تزود مفيش مشكله يعني. فطبعا الديك ده ما ينفعش ان هو يتعمل في الفرن عشان ايه؟ بينشف. فان شاء الله هوريكم دلوقتي هنعمله ازاي. وطبعا الخضار بتاعنا زي ما انتوا عارفين كل مره: بصل، طماطم، جزر، فصين توم. البهارات بتاعتنا عباره عن نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، ذره سكر، جوز الطيب هنبشرها بالمبشره، معانا مسمارين من القرنفل، ورق لوري، حبايتين من الحبهان، وحبايتين كبابه صيني، وحبايتين من فلفل اسود الحصى. دي البهارات بتاعتنا اللي هنحطها ايه في الميه بتاعت الديك. وطبعا معنا الملح ده اساسي. يلا نشوف هنعمل مع بعض الديك ازاي. حطينا طاسه على النار كده زي ما انتم شايفين، ونعلي عليها النار ونحط حته سمنه بلدي، ونحط شويه زيت علشان خاطر ايه؟ السمنه ما تتحرقش معانا. وعلى ما السمنه بتاعتنا تسيح، ننزل بقى في الميه اللي احنا حاطينها بتغلي دي بالخضار بتاعنا، اللي هو البصلايه مقطعينها مكعبات، والطماطم والجزر وفصين الثوم. وهننزل بقى بالبهارات بتاعتنا: ورق اللورا والحبهان اللي هو الحصى، وحبهان بودر، وفلفل وكمون وذرة سكر، حبايتين كبابة صيني. وهنبشر بقى بالمبشرة الجميلة بتاعتنا دي جوز الطيبة، مش كتير، حاجة بسيطة. نقلب بقى ونسيبها ايه؟ تغلي مع بعضها كده لحد. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. تاخد وش من فوق ومن وش من تحت، وبعدين نحطها في الميه اللي بتغلي. يلا نقلب بقى الدجل بتاعنا. خلاص هو اتحمر اهو.
خلاص اتحمرت من تحت اهي. ننزل بقى ببقية الفائد دي. كده بقية الديك بتاعنا بيتحمر اهو. قلبته الناحية التانية. يلا ننزل بقى بايه الديك بتاعنا في الايه المية غليت اهي. نعلي بقى النار اللي كنا وطيناها. حمرناه علشان لما يطلع من الشوربه يبقى متحور وجميل، لان ما ينفعش يتعمل في الفرن زي ما قلنا عشان بينشف. نحط بقى الملح. معانا اهي. ننزل بيها في الشوربه برضو. كده بقى ايه نغطي الحله بتاعتنا ونسيبها ايه بقى ايه تستوي. في نص السوا كده نروح مغطين عليها شويه. يلا نعلي بقى على الميه دي نشوف هنعمل فيها ايه. هنجيب كيس من المكرونه. انا جايبه حوا اهو، حوا او الملكه او اي مكرونه انت عاوزاها. ننزل بيها كده في الميه. الميه بتاعتنا بتغلي طبعا. نحط عليها شويه زيت عشان ما تلزقش، ونحط ملح ونقلب بقى. كل شويه كده تقلبها عشان المكرونه ما تلزقش. على ما المكرونه تستوي نعمل الصلصه بتاعت المكرونه. يلا نقيد النار. نحط حله صغيره كده على قد الكيس، وهننزل ايه بمعلقه سمنه بلدي وشويه زيت. لما تسيح هننزل عليهم بالصلصه. خلاص هننزل بقى ايه بالطماطم اللي احنا ايه ضربنا في الخلاط ومسبكينها وشارينها في الفريزر، بنطلعها وقت ما نكون عايزين. ان شاء الله نعملها مع بعض بعد كده. كده تمام. نقلب بقى المكرونه لحد ما تستوي معانا، وبعدين ايه هنشيلها بقى من على النار، نحطها في مصفى ونغسلها.
هنحط بقى التوابل بتاعه المكرونه، عباره عن كمون لان المكرونه بتحب الكمون، كمون كتير اهو، حوالي معلقه صغيره، وفلفل اسود رشتين كده، ورشتين من الشطه عشان تطلع المكرونه معاكي حلوه وسبايسي وجميله. بس ايه يعني اللي مش عايزها سبايسي ما يحط الشطه. ورشه خفيفه خالص من حبهان البودر. وطبعا هنحط بقى ايه معلقه توم حلوه كده تخلي المكرونه بتروح في مكان تاني خالص. الله على الريحه يا جماعه، الله على الريحه. والثوم ده برضو فرمينه برضو حاطينه في الفريزر. نقلب المكرونه نختبرها بقى نشوفها استوت ولا لا. طبعا مش هنسويها خالص، احنا هنسويها نص تسويه علشان تكمل تسويه في الصلصه. هنوطي عليها بقى لحد المكرونه بتاعتنا ايه تتسلق نص سلقه، وبعدين تكمل تسويتها في الصلصه. نغطي عليها. المكرونه بتاعتنا كامله لا لزقت ولا حاجه عشان احنا بنقلب فيها كل شويه. كده بقت تمام كده، نص تسويه معانا او ايه او 3/4 تسويه عشان نكمل تسويتها في الصلصه. كده خلاص غسلنا المكرونه بتاعتنا، ننزل بقى ايه على الصلصه على طول. نقلبها بقى. كده الصلصه ما نشفتش عشان خاطر احنا عايزين نسوي المكرونه فيها، ينشفوا بقى مع بعض. احلى حبه مكرونه تاكليهم ان شاء الله. نغطي عليها بقى لحد ما ايه ما تستوي مع بعضها. كده المكرونه بقى بتاعتنا استوت، هنطفي عليها. وطبعا ما بنسيبهاش لحد ايه ما تستوي خالص، لان ايه هي تستوي كمان هتكمل تسويه خالص خالص في السخونيه بتاعتها دي. يلا نغطي بقى. كده المكرونه خلصت، ننقلها بقى على عندي على ما الديك بتاعنا ايه يستوي بقى. يلا كده بقى الديك بتاعنا استوى. اللي يحب ياكله كده بقى عشان احنا محمرينه قبل ما نحطه في الشوربه ياكله هيبقى طعمه جميل جدا. واللي عايز يحمره بعد ما يتسلق كده يحمره برده مفيش مشكله. انا هحمره علشان ولاد عايزينه متحمر. الشوربه بتاعتنا زي العسل اهي. تطلعي بقى كوره ملوخيه من اللي احنا مخزنينها تحطيها في شويه شوربه من بتاعه الديك دي، هتاكلي شويه ملوخيه زي العسل. يلا نغطي بقى الحله بتاعتنا. نار قايده اهي. هنحط الطاسه اللي احنا حمرنا فيها الديك وايه نحمر فيها ايه الديك بعد ما اتسلق. وصحتين وعافيه يا رب ان شاء الله. ريحه الشوربه خيال، ريحتها جميله جدا. صحتين وعافيه يا رب على اللي هياكل. ممكن تقدميها كده هي متحمره وجميله اهي، بس انا ولادها عايزين احمرها في الزبده. يبقى احنا كده حمرناه قبل وبعد. انا احلى ديك هتاكليه ان شاء الله.
خلاص كده طفينا. الفراخ بتاع الديك بتاعنا اتحمر اهو. طفينا النار. خلاص كده خلصنا الحمد لله. الديك بتاعنا اتحمر. يلا نقدمه مع بعض بقى. ودي كانت وصفة اكلتنا النهاردة زي ما انتوا شايفين كده. هتعجبكم، جربوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.